إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهذا نموذج من نماذج قراءات فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. يعني هو رحل عن عالمنا يوم 26 ديسمبر 1978، أي أن الذكرى 34 لرحيله هي التي حلت منذ أيام قليلة. يعني أعتقد أن دخول عالم من الروحانيات بالنسبة لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، أعتقد الأحفاد لديهم الكثير من الحكي. يعني ما أعتقدش أنكم حصلتوا فضيلة الشيخ المهندس ياسر قال لي أن هو أنا حصلت، يعني هو توفي الله يرحمه وأنا كنت في تانية إعدادي. ويعني طبعا يعني أنا حضرت له مرة ليلة في سيد البدوي، كان أنا ووالدي وهو يعني نعم. يعني وشفت مدى الحفاوة اللي بيحظى بها الشيخ مصطفى اسماعيل من الجمهور والسميع. نعم. حاجة خلتني معتز جدا بيه يعني. ومرة تانية كنت حضرت معاه صلاة الجمعة في الأزهر. نعم. وكان مع والدي برضو، وقرأ برضو قراءة جميلة جدا في صلاة الجمعة. نعم. سورة الكهف. نعم. هم طبعا ما اسعفنيش الحظ اكتر من كده بصراحه. نعم. لكن المهندس ايهاب، انا للاسف برضو ما قدرتش اشوفه. انا مواليد 81 وهو توفى سنه 78، ولكن والدي الله يرحمه المهندس وحيد مصطفى اسماعيل حكى لي على جدي كتير جدا. نعم. وانا في المدرسه برضو كنت بشوف المدرسين بيسالوني وانت جدك الشيخ مصطفى اسماعيل، عشان اسمي ايهاب نعم. وحيد مصطفى اسماعيل، اقول له فكنت دايما بشوف في عينيهم نظره من الاحترام للشخصيه بتاعت الشيخ مصطفى اسماعيل. نعم. وكانوا يطلبوا مني شرايط وحتى لو كنت نسيت اجيب لحد شريط ولا حاجه كان يعاقبني يعني يعمل لي اي حاجه. بس فكنت دايما بشوف منهم نظره احترام للشخصيه دي، وقدرت اعرف قيمه الشيخ مصطفى اسماعيل كل ما بكبر يعني. نعم. كل سنه بقدر اعرف القيمه العلميه في القران اللي تلاه والقيمه الفنيه اللي سابها، وكل سنه بتعلم منه ان شاء أكيد. الله. ده حتى بالنسبة للمستمع، يعني الشيخ مصطفى اسماعيل يعني مرحلة متقدمة، يعني مش أي حد يستمع للشيخ مصطفى اسماعيل ويتذوق حلاوة صوت الشيخ مصطفى اسماعيل. تمام بالظبط. هو الشيخ مصطفى اسماعيل يحتاج إلى سميع للنغم الشرقي. نعم. يحتاج واحد يعني يحب النغم الشرقي. وحتى أنا من بعض خبرات من أصدقاء ليا ما كانوش على الصلة ديت، وهو كان يعرفوا الشيخ مصطفى اسماعيل. نعم. لما ابتديت أجيب لهم الشرايط وكده عاشقوا الشيخ مصطفى اسماعيل، وابتدوا ينفعلوا مع المقامات اللي هو بيقولها ومن غير ما يكونوا عارفينها. نعم. بس يعني ثابت معاهم اثر كويس جدا جدا. يعني هو فضيلة الشيخ اسمه مصطفى اسماعيل رحمه الله يعني قرأ بالقراءات العشر، تعلمها وهو في سن صغيرة، يعني 16 سنة كان أجاد القراءات العشر واستخدمها في قراءاته. حتى المهجور منها هو كان يعني يحرص على أن يكون مستخدما له حتى يأتي بالذي يجذب الأذن، ويعني الناس تقول هو بيقرأ كده ليه. صح. وبالنسبة لحضرتك القراءات القرآن، في قراءة لقراءات حمزة. نعم. يعني أنا شايف من وجهة نظري أفضل واحد وظف هذه القراءة اللي هي الهمز، وقف على المد قبل الهمز. يعني أكتر واحد استخدمه الشيخ مصطفى اسماعيل بخشوع القرآن والنغم
في نفس الوقت. نعم. الخشوع والبراعة. الخشوع وبراعة النغم واستخدامه للنغم مع هذا الوقف الجميل في أثناء التلاوة، ويقف بصورة يعني تجذب وتخليك تستمتع بالقراءة جدا يعني. نعم. مهندس إيهاب، يعني أنتقل لك بالحديث، وحضرتك قلت إن أنت عايش على الذكريات السمعية طبعا. غير المهندس ياسر اللي هو عاصر يعني 13 سنة تقريبا مع فضيلة الشيخ الراحل. يعني هذه الذكريات السمعية اتحكى لك عنه إزاي داخل البيت؟ هقول لحضرتك، أنا والدي كان دايما يحكي لي قصة جدي الشيخ مصطفى إسماعيل. يقول لي ان هو اتولد في قرية ميت غزال. قرية ميت غزال دي قبل طنطا ب8 كيلو بالظبط. وجدي اللي هو جدي المرسي جده هو اللي رباه. نعم. وطبعا كان في العادة زمان ان كل الاطفال في القرية بيروحوا كتاب يتعلموا القرآن الكريم والتجويد وكده. فجدي المرسي ده شيخ مصطفى اسماعيل يوديه الكتاب، فلقى ان المدرس في الكتاب بيقول له ان الشيخ مصطفى صوته حلو جدا، ان صوته جميل جدا وذكي جدا في التعلم القرآن وحفظ القرآن. فابتدى جدي المرسي يركز معاه قوي، لان فعلا لقى ان صوته كويس، لدرجه ان كان كل يوم في الكتاب بعد لما بيخلصوا الدرس لازم الطفل اللي هو الشيخ مصطفى اسماعيل يقرا حبه. دي كانت عاده دايما، لدرجه ان هو كان وهو في سن صغير كان بيؤذن، يعني كان بيؤذن في كل الجوامع اللي في القريه. كان دايما متعود ان هو يؤذن في الجوامع، واشتهر في القريه من صغره ان هو صوته جميل جدا واخلاقه الحمد لله كانت حميده. فابتدى كل الناس لما يشوفوه مثلا وهو مخلص الكتاب وبيلعب مع اصحابه ياخدوه يرجعوه للكتاب او يرجعوه لجده المرسي. مش عايزين يسيبوه بره القران او يجيبوه يقولوا له اقعد اقرا لنا شويه. لدرجه ان هو كان بيقول لوالدي، بيقول له انا ما كنتش اعرف العب مع اي حد من اصحابي، اي حد يشوفني يقول لي تعالى اقعد اقرا هنا شويه، او ياخدني من ايدي ويوديني لجدي المرسي. الحمد لله أتم حفظ القرآن وهو عنده 12 سنة. وبعد كده راح طنطا في المعهد الأحمدي علشان يدرس القرآن وبأحكام القرآن ويوسع المعرفة عنده. نعم. وهو كان لما قعد في طنطا ابتدى يقرأ برضه في المعهد الأحمدي. ابتدى الناس تعرف ايه ده صوته جميل جدا، وابتدى يتعرف داخل المعهد ان هو صوته جميل جدا. وكان دايما أنيق في لبسه، وكان هو مشهور عنه ان هو أنيق في لبسه. نعم. فمن المرة كان هو بيؤذن في جامع في طنطا، فسمعوا القصبي باشا كان في الجامع برضو بيصلي، فعجبه جدا صوته وعجبه جدا اللبس بتاعه اللي هو لابسه. قال له الوجاهة بالظبط. فقال له انت تيجي لي كل يوم عندي القصر بتاعي تقرأ عندي، لان انا يعني عجبني صوتك جدا. فشجعه ان هو كل يوم كان يروح له القصر يقعد يقرا، وحبه جدا. ومفيش بقى بعدها بسنتين 3 هو توفى. نعم. كان جدي ساعتها عنده تقريبا 16 سنة. تمام. فطبعا القصبي باشا ده كان يعني راجل غني جدا ومعروف في طنطا. فاللي حصل بعد كده ان كل بقى القراء كبار القراء في الوقت ده راحوا عشان يقروا في العزاء بتاعه. كان من ضمنهم الشيخ محمد رفعت فرحمه الله. فالشيخ محمد رفعت طبعا كان اكبر من جدي حوالي ب17 سنة تقريبا، وجدي كان لسه صغير في السن عنده 16 سنة، وقاعد مع الشيخ محمد رفعت في العزاء. يعني حاجة برضو كانت ليها حاجة كبيرة جدا. فهم الناس كلها قاعدة مين بقى يعني مين الشيخ مصطفى اللي هيقرا بالصوت الجميل ده. فابتدى الشيخ مصطفى اسماعيل يقرا، فجاله حد مع الشيخ محمد رفعت قال له الشيخ محمد رفعت بيقول لك كمل قرايه صوتك عاجبه جدا. فابتدى الشيخ مصطفى اسماعيل قرا تقريبا حوالي ساعة ونص. طبعا الصوان كله اتقلب، ويعني كان حاجه في منتهى بقت ليله يعني مش عازمه. فالشيخ محمد رفعت رحمه الله يعني شجع جدي جدا، قال له انت يعني عندك صوت قوي جدا وجميل جدا وفريد، وبتقرا بطريقه مختلفه جدا عن الطريقه الموجوده، وانا بتنبأ لك ان انت ان شاء الله هيكون ليك منزله عاليه جدا في قدام باذن الله في القراءه باذن الله. فجدي طبعا كان فرحان جدا بهذه الشهاده طبعا يعني شهاده دخول فكان فرحان جدا بالشهاده دي. وابتدى بقى من ساعتها دي كانت فتحه انطلاق لوجه بحري كله، يعني لمنطقه طنطا، ويقرا في المنصوره ويقرا في القرى اللي حواليها. كل الناس ابتدت تعرفه لان هو كان عنده 16 سنه وقرا مع كبار المشايخ، فابتدى كل الناس
عاوزه تجيبه. فابتدى بقى من ساعتها ينطلق، وابتدى الحمد لله ربنا فتحها عليه، وابتدى يكسب فلوس كتيره، وابتدى يشتري يزداد أناقة على يزداد أناقة ويشتري أرض في البلد. لو انتقلنا بقى للمهندس ياسر، يمكن انت عاصرت الشيخ مصطفى اسماعيل الى حد ما، بس عاصرته من يعني هنا البدايه نعم اللي قالها المهندس ايهاب بالبدايه، انت عاصرته يعني في آخر. قمه الشهره. تمام نعم تمام. في قمه الشهره. نعم مصطفى اسماعيل لما وصل لهذه المرحله من الشهره كان يعني لسه الانسان المتواضع البسيط اللي زي يعني انا طبعا انا كنت اشوفه في البيت في الزمالك، في فيلته في الزمالك، وإنسان بسيط جدا ويضحك وكان صاحب نكتة. ويعني أنا حبيته بسبب أشياء أنا سمعتها. يعني أنا شفت بساطته طبعا، إن هو بيبقى لابس عادي جلابية وبتاع، وكنا لازم أول ما نروح البيت بوس إيد جدك. يعني أنا كنت متعود أبوس إيد يعني والدي وكده، لكن طبعا بوس إيد جدك لازم. وبعدين إن هو الحاجة اللي كانت تعجبني فيه مزجه ما بين عزة نفسه وتواضعه. يعني هو كان متواضع جدا مع الفقراء وكذا، وفي نفس الوقت عنده شخصية عزيزة. يعني معتد بنفسه، مش معتد يعني تعرف الخلط الإنسان المصري، هي شعرة اللي هو الإنسان عزيز بنفسه ويعرف نعمة ربنا عليه، وفي نفس الوقت متواضع جدا، متواضع جدا للإنسان الفقير، الإنسان فكان يعني أنا بحبه من شخصيته دي. يعني اصل دايما نشوف في الصور الشيخ مصطفى اسماعيل نوع من انواع انت عارف الثقه كده والاعتداد بالنفس. انا دي اللي بقول لحضرتك، حاسسك ان هو يعني كان في انفصال شويه عن البدايات، انما لما حضرتك بتحكي تحس بانسانيه مصطفى اسماعيل عليه رحمه طبعا الله يرحمه، وخشوعه في قراءه وحضرتك يعني الميزه ديت اللي هي كان ذليل لله سبحانه وتعالى اعزه الله ولم يعني يحزنه على صوته. الشيخ مصطفى اسماعيل حضرتك قرأ الجمعه مع أنور السادات في دمياط، وكانت سورة كهف جميلة جدا، فيها جوابين من أجمل الجوابات أنا بحبها شخصيا، بعشقهم الجوابين دول، بجيبهم كده اسمعهم. هو راح توفى، نام يعني خلص الجمعة دي، طلع على اسكندرية، نام، توفى الثلاث، لم يحزن على صوته أبدا. أعزه الله بسبب أعتقد يعني هذه الذله لله سبحانه، حسن حظ الناس يعني هو دعا الدعوه دي ان ربنا ما يعني يخليه دايما. والشيخ مصطفى اسماعيل عليه رحمه الله يمكن بعد المقدمه اللي قالها المهندس ايهاب طبعا الملك فاروق استمع اليه، يعني كان وكان قارئا للقصر الملكي. نعم. انا هقول لحضرتك هي كانت النقطه الاولانيه اللي انا قلتها دي كانت الانطلاقه بالنسبه له في وجه بحري كله، ولكن في انطلاقه تانية في بقيه جمهوريه مصر العربيه. الانطلاقه الثانيه دي كانت وقتها المملكه المصريه بالظبط. كانت اوقاتها المملكه. جات له امتى بقى؟ جات له لما هو كان ابتدى يشتهر جدا زي ما قلت حضرتك في وجه بحري، وجاله تليفون قالوا له احنا في 40 في القاهره وعاوزينك في يا شيخ مصطفى. فهو طبعا من يعني اخلاق المقرئين قدامى كانوا بيقولوا مثلا القاهره فيها الشيخ رفعت والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، ما يقتحمش هذا المجال. فقال لهم الشيخ محمد رفعت موجود والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي موجود، انا كويس. قالوا له لا احنا عاوزينك انت بالاسم، احنا مالكش دعوه، احنا عاوزينك انت. فهو راح هناك قرأ، وبالمصادفه كان من ضمن ال40 ده كان في شخصيه معروفه جدا قديم زمان جدا اسمه الشيخ درويش الحريري. نعم، ده موسيقي مشهور. نعم. شيخ درويش الحريري ده كده، وكان بيجالس دايما عبد الوهاب وام كلثوم وكمال الطويل، وكان هم دايما كانوا بيستعينوا بيه في ضبط المقامات وكذا. فالشيخ درويش الحريري سمع الشيخ مصطفى اسماعيل، وربنا نزل على الشيخ مصطفى فتوحات قويه جدا في ليلتها يعني. فلما سمع الشيخ مصطفى خرج عن شعوره وطلع في وسط العزاء، قال له مستحسن صوته جدا، كان مبسوط جدا بيه، وقال له انت يا شيخ مصطفى انت ما قلدتش حد، ما قريتش زي حد، انت ليك مدرسه كويسه جدا، وانا اتنبأ لك انك انت ان شاء الله هيكون ليك يعني مرتبة عالية جدا. وطبعا علشان هو كان لسه برضه صغير في السن بالنسبة للشيخ درويش الحريري، قعد يديله نصايح ان انت تحافظ على القرآن وتحافظ على المسار الديني وكذا وكذا. فدي برضه كانت نقطة انطلاق للشيخ مصطفى في المجال، ان هو الفنانين الكبار يبتدوا يعرفوا ان في حد موهوب جدا من ناحية المقامات
الشرقيه وعلم القران واحكامه وازاي هو مطوع المقامات دي للاحكام بتاعه القران الكريم. فدي كانت نقطه انطلاق للشهره. وبعد كده وهو كان راجع بقى. بمناسبة الحكاية دي أنا سمعت من أنكل وحيد إن هو خال حضرتك اللي هو أو والد إيهاب نعم. إن هو قال إن صالح عبد الحي راح مرة لجدي كان بيسمعه أو قال له أنت سبت لنا إيه؟ نعم. أنت سبت لنا إيه؟ سبت خد لنا إيه؟ كل قول. الفن يعني. ف... فدي كانت نقطة مهمة جدا برضه. نعم. والمرة التانية ان هو كان اشترى عربية جديدة، والعربية للأسف كانت اتخبطت، فنزل يصلحها في القاهرة. فهو ماشي لقى في جمعية تضامن القراء، فالجمعية دي كانت جديدة، وهو يعني قال أنا من المقرئين فلازم أنضم للجمعية دي، يعني زي نقابة المهندسين ونقابة نعم. المحامين وكده. فدخل الجمعية، لقى كان ساعتها مين نائب رئيس الجمعية كان الشيخ محمد الصيفي، وكان رئيس الجمعية الشيخ رحمه الله عبد الفتاح الشعشاعي. بس الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما كانش موجود، كان تعبان شويه يعني، كان عنده انفلونزا. فالشيخ محمد الصيفي لما شاف جد مصطفى قال له اسمك ايه يعني وكده، قال له انا شيخ مصطفى اسماعيل. قال له هو انت مصطفى اسماعيل اللي هو بتاع طنطا اللي الناس بتحكي عنه؟ قال له لو كان صوتك حلو كده زي لبسك الحلو ده اقرا بقى شويه، انا عاوز اسمعك. فالحمد لله الشيخ مصطفى قرا قدامه، فعجبه جدا صوته، وقال له انت مدرسة فريدة جدا من نوعها، وشجعه جدا هو يقرا. وقال له بص انا عندنا حفلة في الإذاعة بمناسبة تقريبا مولد النبي، والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي عنده انفلونزا فمش هيقدر يبقى موجود، واحنا عاوزين مقرئ لازم يجي. نعم. فالشيخ مصطفى طبعا قال له خلاص هي اقرا مكانه، فراح قرا في الإذاعة. والليلة دي هي بقى اللي الملك سمعوا فيها، وهي دي كانت برضو نقطة التحول الثالث بقى في حياته. بالظبط. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كنت ساكن في طنطا، وبعدين مشهور في طنطا ومشهور في جوار طنطا فقط، يعني اروح المنصورة، اروح المحلة، اروح دمنهور، اسكندرية كده، كنت في الوجه البحري فقط. وبعدين انا قاعد كده في يوم التقيت تليفون جاني من مصر. نعم، قال لي احنا فلان الفلاني وعايزينك في ليلة في الدودية، ليلة 40. قلت له يا عم انت عندكم في مصر ناس كويسين وناس مثل عم الشيخ فتاح الشعشاعي واسمه الشيخ السيسي والشيخ رفعت والجماعة. قال لي يا سيدي احنا حرين، اتفضل تعالى. ورحت هناك، وفي الليلة دي ربنا يتجلى عليا، وربنا هو عاوز كده. وحضر في الليلة دي سيدنا الشيخ درويش الحريري وسيدنا الشيخ سيد موسى، وكانوا دول من الملحنين الكبار، كانوا يعني يجالسوا أم كلثوم وعبد الوهاب وكمال الطويل وكل ده، هم كلهم كانوا بيتلقوا عليه، يعني برضه بياخدوا منه يعني. وبعدين قعد يعني سمع، وجه قال لي كده يا ابني، قام في وسط الناس قال لهم اسمعوا يا مصر، هذا الرجل لسه ما قلدش حد، لأن احنا بنسمع منه حاجة الآن ما سمعناها قبله، وإن شاء الله له مستقبل كبير. وبعد ما خلصت قعدت جنبه، وصاني وصية
وقال لي لا تنحرف، لا تمشي مشي كذا ولا كذا، رحمة الله عليه. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. يعني الشيخ مصطفى إسماعيل بنفسه يحكي هذه الحكايات التي كانت في البداية. المهندس ياسر حفيد فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل يعني عايز يوضح شيء معين أو يعني جزء في شخصية فضيلة الشيخ الخاص بالأناقة. هو أنا كان والدي بصراحة يعني هو اللي كان قال لي الحكاية، قال لي جدك رحمة الله عليه كان عمل نقلة نوعية للمستوى الاجتماعي لقارئ القرآن. الشيخ مصطفى إسماعيل. نعم. طبعا والدي كان يعشق الشيخ مصطفى وتزوج بنته اللي هي أمي ماجدة، ويعني أصلا هو ملوش علاقة يعني مش يعني مسميه على الشيخ مصطفى، مش قريب ليه عشان يمدحه أو يعني شهادته مش مجروحة. فكان يعني قال لي أول من اشترى عربية وسواق، مفيش كان قارئ عنده عربية وسواق، ما كانش فيه الفكرة دي مش موجودة. لما نزل القاهرة عشان يبتدي يقرأ فيها سكن في الزمالك وسكن لا في الشبر. قعد في هوتيل كبير جدا هو العدد، وفضل طلع لغاية وسأل فين أحسن فيكي منطقة مصر، قالوا له الزمالك، سكن في الزمالك إلى أن ربنا وفقه وأخذ فيلا في الزمالك. نعم. فين أحسن ترزي مثلا أو كذا، أحسن أنواع يعني كان من عنده من دي العزة اللي أنا قصدي بيها، كان يحب يبقى ليه درجة من العزة والاعتزاز بالنفس. اترجمت ان هو عمل مستوى اجتماعي للمجموعة كلها. يعني هو حس ان هو حامل القرآن، وحامل القرآن مفروض ان هو يكون في احسن صورة وابهى مظهر. ثم اصبح بعد كده من علية القوم يتوددون لصداقته. نعم. يعني دي شهادة، يعني كان يبقوا وزراء او ايا كان الناس يعني يحبوا يقولوا كان ليه اصدقاء من هذه الطبقه. انا عايز اتكلم عن صداقته مع الفنانين. يعني هو عاصر طبعا كبار نجوم الطرب، ام كلثوم يعني وعبد الوهاب. انا اعرف ان الشيخ الاستاذ محمد عبد الوهاب، طبعا انا سمعت، انا شفتش، ولكن انا شفت صوره يعني فيلم تسجيلي. تعرف حضرتك الكاميرا زمان السينما كانت سريعه. نعم. كان في رحله في لبنان، وكان معايا محمد عبد الوهاب، وشفنا الفيلم ده بسرعة طبعا سريع، لكن شفنا ان كان قرأ جدي آية من سورة الرعد يعني تبارك الله فيما قال. فمحمد عبد الوهاب يعني من اعتزازه بالسمع، انا شفته بين اعجابه بيخبطه كده على كتفه ويقول له يعني الجمال، وكان يعرف قيمة الشيخ مصطفى إسماعيل، ويعرف بالظبط جماله. يعني أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه خلق عليهم. هل هو درس المقامات ولا كانت نوع مكتسب عنده؟ لا، ما درسهاش. لا حضرتك ما درسهاش، ولا هو ربنا وفقه بالموسيقيين بيسمعوه. نعم. زي الاستاذ درويش الحريري والناس دي كلهم، هم اللي كانوا بيقولوا له هو قاعد انت عملت مقام الصبا، انت عملت البياتي، دون ان يدرس هذا بالفطره. واحس احيانا ان السميعه نفسهم اللي بيسمعوا الشيخ مصطفى اسماعيل بحس ان هم على علم بالمقامات الموسيقيه ويتفاعلوا معاه. التفاعل دي ميزه الشيخ مصطفى اسماعيل اللي انا احسبها يميز بها عن كافه المقرئين، ان الله سبحانه وتعالى جعل له قدره على الابداع والأخذ والعطاء مع الجمهور. نعم. التفاعل والتفاعل. لذلك هو كان يقرأ وربنا يفتح عليه فيستحسنه فيزيد، فهم يزيدوا،
والعلاقه ديت يعني مش انا الموضوع عشان يمكن متصاعد. انا طبعا عشان حفيده لكن انا سمعتها من اخرين هم يعني وضحوا الفكره ديت. هذا الاخذ والعطاء من الشيخ مصطفى اسماعيل مع الجمهور وصلوا الى يعني قمه من قمم الابداع. نعم. مهندس إيهاب، يعني بالسمع برضو أكيد سمعت يعني حكايات كثيرة عن علاقة فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل مع القادة. احنا قلنا الملك فاروق يعني خلاه هو قارئ القصر الملك. بعد كده الرئيس أنور السادات كان من العشاق لصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، وكان حتى في عهد جمال بيصطحبه عبد الناصر كان مقرئ الرئاسه في عهد جمال عبد الناصر. يعني هو كان مقرئ يعني المقرئ الرسمي سواء كانت مملكة أو جمهورية أو جمهورية. طيب احكي لنا في الجزئية كان اكتر بالسادات. هنا قصر الملك. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. هذه ليلة جديدة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، نذيع على حضراتكم طواله القرآن الكريم هنا في قصر رأس التين العامر. أيها السادة، الشيخ مصطفى إسماعيل. هو السادات رحمه الله كان بيعشق صوت الشيخ مصطفى إسماعيل جدا، وكان بيقال ان هو كان بيقلده وهو في السجن. كان بيقلد الشيخ مصطفى وكان بيحبه جدا. ومن لما جدي رحمه الله توفى احنا طلبنا من السادات اخوه الحاج عبد العزيز إسماعيل راح للسادات، لان السادات كان بيحتفل بعيد ميلاده صحيح في نفس اليوم صحيح. في القرية بتاعته ما كانش يعرف ان الشيخ مصطفى توفى. فعم عبد العزيز اخو الشيخ مصطفى إسماعيل راح هناك وقابل السادات وحكى له ان الشيخ مصطفى توفى وكده، وضايق جدا، وكان طلب ان لو في اي امكانيه ان احنا نسفره بره، يعني يسافر فرنسا، يسافر بره علشان يتعالج على حساب الدوله وكده. لكن طبعا كان امر كان واقع، فهو كان بيحبه جدا وكان بيقدره. كان ساعتها الدوله بتقدر الشيخ مصطفى إسماعيل. وكان السادات كان امر ان هو يعني احنا طلبنا، لان كانت اراده من الشيخ مصطفى، كان نفسه ان هو يدفن في البيت عنده. فطلبنا من السادات، قلنا له ان الشيخ مصطفى إسماعيل كان عاوز يدفن في الجنينه بتاعه المنزل بتاعته، وهو وافق وطلع تصريح بان احنا عملنا له مقبره وجامع في جنينه المنزل بتاعه في القريه في جوه البيت في الجنينه بتاعه المنزل. وهو ده احنا طبعا عملنا المدفن وعملنا الجامع. هو كان مشاور على المكان، بيقول انا عاوز تدفنوني في المكان. يعني هو قبل ما كان يموت كان تقريبا شاف رؤيه او حاجه ان هو هيندفن في المكان الفلاني، فبناء عليها لما توفى اخوه راح للسادات وقال له هو كان عاوز يدفن في البيت، فالسادات وافق. فكان دي علاقه من الرئيس، طبعا كان بيحبه جدا. يعني معنا الان شاهد اخر على مشوار فضيله الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله، الابن الاستاذ عاطف مصطفى إسماعيل. استاذ عاطف، اهلا بك معنا في برنامج بالعربي. اهلا وسهلا يا فندم. يعني حضرتك بالتأكيد مشوار عمرك كله مع فضيلة الشيخ طبعا. يعني ما هي الجمل أو العبارات التي تتذكرها دائما من الوالد في إطار التربية والتهذيب وإصلاح النفس؟ والله أنا أقول لحضرتك إن الشيخ مصطفى ده كان ظاهرة لن تتكرر. أنا بقول الكلام ده بإمعان لأني يعني اتربيت على ايده واعرف شخصيته وانا حللته. نعم. يعني انا شخصيا عندي 80 سنة دلوقتي. ربنا يديك الصحة. الله يحفظك. واكبر واحد سنا عاشر الشيخ مصطفى. نعم. فالشيخ مصطفى ما كانش انسان طبيعي. هو كان انسان حساس جدا، وهو كان راجل فنان. نعم. والفن ما هوش عيب، الفن ما هوش حرام اطلاقا. الفن هو يعني زي ما تقولي ان واحد بيقترح الافضل. صحيح. واحد بيبدع، فهو قراءته كلها كانت ابداع في ابداع. نعم. مع شخصيته، يعني شخصيته في المنزل عندنا كان يعني كنت تلاقيه يعيط على طول وتلاقيه يضحك على طول. نعم. اي حاجه تاثر فيه كانت بتلعب دور كبير في مشوار حياته. نعم. في حاجه بس انا عاوز انبهها وعاوز اقولها لحضرتك. اتفضل. واقولها للمستمعين.
في فرق بين مصطفى اسماعيل ومصطفى اسماعيل ومصطفى اسماعيل. يعني ايه الكلام؟ نعم. في 3 مصطفى يعني اسماعيل في فرق كده. بين مصطفى اسماعيل لما يقرا في الاذاعه نص ساعه في الاستوديو يقولوا له 3 2 1 ستاند باي، يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده شغل قوات مسلحه يا فندم، ده ما هو شغل قراءه. هو الشيخ مصطفى هو عايز تجلي مش عايز بالامر. بيحتاج مساحات كبيره. الشيخ مصطفى كان بيقول القران انزل للناس وانا عاوز اقرا مع الناس. صحيح. وهو لو ما كانش يقرا مع الناس ما تحسيش بالابداع بتاعه ابدا، علشان هو ما هوش مستريح لهذا الوضع. الاذاعه المصريه زمان في الاربعينيات بعد ما الملك خده عنده وكان بيقرا شهر رمضان في الاذاعه طول الشهر، لسه ما كانش معتمد فيها. نعم. ده هو المقرئ الوحيد اللي قرا في الاذاعه بدون ما يكون معتمد فيها. نعم. عشان الملك كان عاوز كده. نعم. وبعدين فالجمهور طلب من الاذاعه ان مصطفى اسماعيل يقرا زي المقرئين اللي بيقروا في الاذاعه، والشيخ مصطفى ما كانش موافق على كده ابدا. قعد 3 سنين يعني يترجوه ان هو يقرا في الاذاعه وهو يرفض. نعم. ليه؟ قال لهم انا عاوز ساعه كامله، انا مش عاوز نص ساعه، انا عاوز ساعه كامله وتكون في مسجد من المساجد الكبيره اللي بيها انا اتفاعل مع الجمهور واعرف انا بقرا قران ليه. نعم. انا مش بقرا قران الحيطه، انا بقرا قران للناس، انا عاوز الناس قدامي. نعم. هم ما وافقوش على الساعه دي. وبعدين الطلب بتاع الدول العربيه والناس كتير وجوابات جت للاذاعه او غيره، فهم راحوا القصر الملكي وتوسطهم من القصر الملكي الفريق محمد حيدر باشا اللي هو كان زمان وزير الدفاع. الحربيه. اثر على ابويا بقى. قال له يا راجل انت الشيخ رفعت بيقرا نص ساعه وعبد الفتاح الشاشاعي وعبد العظيم زاهر ومحمد الصيفي وعلي حسين كلهم نص ساعه، اقرا كمان انت نص ساعه دي وخلاص. فهم يعني زي ما تقولي اتكوا عليه، فقرا هو النص ساعه دي. اللي انا عاوز اقوله بقى ان اللي بيسمعونا دلوقتي في الاذاعه دول بيسمعوا الشيخ مصطفى او يكونوا سمعوه في الاذاعه. نعم. ده ما هوش مصطفى اسماعيل، ده مصطفى اسماعيل الاولاني. مصطفى اسماعيل عاوز تسمعيه تسمعيه مع الجمهور بتاعه. نعم. مع الجمهور بتاعه، ومش كل جمهور كمان. يعني مع الجمهور الذواق، الجمهور اللي هو بيتعبد وبيسمع القرآن. نعم. بس هو تاخده الجلالة وتسمعي منه بقى اللي انت ما تعرفوش. دي حاجة انا عاوز اوضحها للجمهور عشان الجمهور يفهم احنا بنتكلم عن مصطفى اسماعيل ليه دلوقتي. نعم. علشان كده تسجيلاته اللي هي حفلات او امسيات دينية هي التسجيلات الاكثر شهرة والاكثر ندرة. ما طبعا. نعم. احنا النهارده يعني انا شخصيا انا عشت في اوروبا في المانيا الغربيه 47 سنه. 47 سنه من حياتي عشتهم انا في المانيا. نعم. لما جيت هنا بعد 20 سنه انقطاع، بعد ما انقطعت 20 سنه ما جيتش مصر، لقيت صوت ابويا ما هوش هو الصوت ده اللي في ودني. وما لقيتش اي جهه او مؤسسه في مصر هنا بما فيها اتحاد الاذاعه والتلفزيون بالكامل عندها اهتمام انها تجمع حفلات الشيخ مصطفى اسماعيل. الله. فسالت الوالد قال لي يا ابني ما فيش الكلام ده انا مش فاضل الكلام ده وبتاع، وتلاقي فيه شويه تسجيلات هناك في المكتبه بتاع الاذاعه حاجه كده. انا رحت المكتبه بتاع الاذاعه وحركت فيها رئيس المخابرات المصريه زمان اللي هو الاستاذ اللواء او الفريق كمال حسن علي. نعم. اللي هو كان رئيس المخابرات. نعم. هو بقى بعدين وزير حربيه ورئيس وزراء. ورئيس وزراء. نعم. فانا كنت عنده في البيت في مصر الجديده، وبعدين قعدنا وبعدين اتكلمنا. هو اتكلم مع صفيه المهندس وقال لها ضروري عاوزين نشوف اللي مكتوب في الاذاعه كله. رحنا الاذاعه لقينا نص اللي موجود في الاذاعه مكتوب عليه لا يذاع لا يذاع لا يذاع لا يذاع. سالت انا بقى فهموني بان في واحد شيخ من الزملاء بتوع الشيخ مصطفى هو اللي مشرك التسجيلات دي بدون ذكر اسم يعني. فانا قلت الكلام ده للوالد، الوالد زعل وحزن جدا، ورئيس المخابرات زعل جدا، وبقت شغلانه. حتى انور السادات لما درب الموضوع ده
طلب من الشيخ مصطفى لما كان بيصلي معاه الجمعه في الاسماعيليه ان هو يفوت عليه. نعم. وانا فهمت الوالد هو هيفوت عليه ليه؟ علشان هذا المقرئ بيضطهد الشيخ مصطفى. فقال لي والله ما انا رايح يا ابني. وما راحش الانور السادات. اللي انا عاوز اقوله حاجه، دلوقتي احنا في مصر عندنا عبقريه عجيبه الشكل والخيال اللي هي الشيخ مصطفى اسماعيل. نعم. وانا مش بقول الكلام ده علشان انا ابنه، انا ممكن احكي لك حكايه بسيطه جدا تاخد دقيقه واحده. اتفضل. لما الوالد توفى الله يرحمه انا عملت له صوان كبير جدا في ميدان التحرير. والاستاذ كمال النجمي اللي هو كان ناقد فني ورئيس تحرير في دار الهلال الكواكب. نعم. كان قاعد جنبي بيقول لي شايف الراجل اللي هناك اللي لابس عبايه وحاطط على دماغه طاقيه بايده ده؟ قلت له مين ده؟ قال لي ده رياض السنباطي. قلت له رياض السنباطي؟ ما اعرفوش. انا اسمع عنه طبعا. وبعدين رحت انا شكرت الراجل على انه جه وبيعزينا وبيواسينا. وبعدين بيقول لي من ضمن الكلام اللي احنا اتكلمناه بقى، وخدي بالك من الكلمتين اللي انا هقولهم دلوقتي. ده كلام رياض السنباطي. قال لي شوف يا ابني، انا ما طلعتش من مصر الجديده بقالي 6-7 سنين دلوقتي. اول مره اطلع من مصر الجديده النهارده هنا عشان اعزي في الشيخ مصطفى. قال لي تعرف ابوك ده كل اللي فتحوا حناجرهم من ايام عبد الحمولي لحد النهارده مقرئين ومقرئات وموشحين وموشحات ومطربين ومطربات ما يعملوش العقله الصغيره بتاع صابع ابوك الصغير في ايد الشمال. الله. قلت له الله، ده انت حضرتك بتتكلم كويس جدا، والله لو كنت قلت له الكلمتين دول ما كان مات دلوقتي. قعدنا نضحك شويه. وبعدين بيقول لي انا اقول لك ليه؟ قلت له ليه يا فندم؟ قال لي علشان هو قال اللي قالوه كلهم. نعم. وحط عليه من عنده 20 مره فوقهم. نعم. قال لي الشيخ مصطفى ده ما كانش نهر او ما كانش بحر، ده كان المحيطات بتاع العالم كلها. قال لي ده راجل ما كانش ليه اول من اخر. تذكرت انا بقى اللي ام كلثوم كانت قالته عليه برضه. نعم. ام كلثوم قالت عليه ده تخت موسيقي كامل. نعم. اما سالوها مره بيقولوا لها الشيخ مصطفى ولا محمد رفعت، قال لهم ده راجل كبير في ارتجاله، ده بالحرف يعني. نعم. قال لهم كبير في ارتجاله وكبير في اداء صوت، في اداره صوته، وهو المقرئ الوحيد اللي انا ما اقدرش اتتبعه. انا انتظر ان هو يقف بالشكل المعين ابص الاقيه وقف لي بشكل تاني. نعم. سبحان الله. فتبص تلاقي ان الشيخ مصطفى النهارده ضايع في مصر. ضايع في مصر ليه؟ اسمح لي يا استاذ عاطف، عايزه اسال اي واحد حضرتك النهارده من 80% من الشعب المصري مين هو الشيخ مصطفى؟ هيقولوا لك ده مقرئ اذاعي. نعم. مقرئ بيقرا في الاذاعه. مقرئ يعني من المقرئين يعني زي اللي بيقروا في الاذاعه. نعم. استاذ عاطف اسمح لي، يعني عملتوا ايه في الموضوع بتاع تجميع التراث اللي تركه فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل؟ أيوة. يعني هل وصلتم الى قدر معقول من التسجيلات وبالذات التسجيلات الخارجية؟ ده سؤال جميل جدا. انا بقى لما جيت من المانيا زي ما قلت لحضرتك اتفضل، ما لقيتش تسجيلات ولا عندي في البيت، ولا الشيخ مصطفى مهتم بتسجيلات او اسطوانات او كلام من ده. سمعت بقى ان في حبايب له، يعني في ناس بتحب الشيخ مصطفى بتجمع التسجيلات بتاعته على حسابها الخاص. يعني كان في واحد اسمه الحاج ابراهيم قاسم، ده كان موجود في عابدين. رحت لقيت الراجل ده بيعبد حاجه اسمها مصطفى، ولقيته بيوفر من كل قرش هو بيكسبه عشان يشتري بقره ويحطها في المكنه بتاعته ويجري وراه يسجل له. نعم. سمعت ان في واحد اسمه احمد مصطفى كامل. احمد مصطفى كامل ده ابن الراجل مصطفى كامل الموسيقي المعروف بتاع زمان. نعم. ده غاوي الشيخ مصطفى
وهو قاعد مع ابراهيم كامل وبيروحوا يسجلوا التسجيلات وبيحتفظوا بالتراث بتاع الشيخ مصطفى. انا رحت بقى نقلت الحاجات دي كلها من عندهم. عظيم. وعن طريقهم عرفت ان في ناس ثانيه في اسكندريه، واحد اسمه الحاج سعد، وواحد تاني اسمه الحاج ابراهيم الكحكي، وواحد اسمه محجوب. دول بيجروا ورا الشيخ مصطفى في شمال الدلتا بيسجلوا الحفلات بتاعته. نعم. وبعدين انا جمعت الحاجات دي كلها، وبعدين اسمع ابص الاقي الشيخ مصطفى ده كان حاجه ملهاش اول من اخر. والتسجيلات دي موجوده فين بقى يا استاذ عاطف؟ التسجيلات دي موجوده عندي انا. عند حضرتك بس؟ عندي انا، وانا خدت بعض منها واديتهم للاذاعه هنا عشان يذيعوها. نعم. ما بيذيعوهاش. لا احنا هنذاعها يا استاذ عاطف، احنا هنذاعها. واحنا النهارده يعني عملنا مبادره وان شاء الله تثمر باذاعه هذه التسجيلات النادره لفضيله الشيخ مصطفى اسماعيل، سواء عندنا في صوت العرب او في اذاعه القران الكريم. ومشكورا الاستاذ محمد عويضه رئيس شبكه القران الكريم يعني تجاوب، وغدا ان شاء الله في لقاء علشان هذا الموضوع يعني ايه يتحط على طاوله البحث والدراسه والتنفيذ باذن الله. ده شيء عظيم جدا، وانا اشكرك جدا على هذا، والبيت بتاعي مفتوح لكم. عظيم. عايزين تشربوني في اي وقت، اهلا وسهلا. احنا بنشكر حضرتك جدا يا استاذ عاطف، ويعني حامل القرآن واهل بيت حامل القرآن بالتأكيد هم من العظماء وذوي القيمة التي ننحني لها ونعتز بها دائما ان شاء الله. يعني نتمنى منكم اهل بيت فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل ان تدعوا لنا جميعا وان تدعوا لمصر بكل خير ورخاء باذن الله. انا اشكرك جدا يا فندم على اهتمامكم بهذا الموضوع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. حقيقة المساعد الفني والأستاذ أحمد عبد الحليم بياخد يعني مقاطع من التسجيلات النادرة لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نرجع مرة أخرى لضيفينا الكريمين في استوديو الهواء، الأستاذ إيهاب وحيد مصطفى إسماعيل والأستاذ ياسر مصطفى القباني، حفيدي فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. يعني دايما بيقال أن هناك يعني جينات الموهبة موجودة في الأبناء والأحفاد. هل هذه الجينات متوفرة في الأسرة؟ يعني كموهبة كاملة للأسف مش موجود، دي حقيقة يعني. لكن ريحة يعني ممكن يعني. طب في حد يعني بيقرأ يعني قارئ رسمي للقرآن يعني؟ لا، هو علاء ابن خالتي كان حاول يعني، كان بس يعني ما استمرش، وكان بيقرأ الجمعة في ساعات في مصطفى محمود. نعم. وعنده طبعا الريحة زي برضو في ريحة موجودة يعني، ولكن الموهبة الكاملة
هو طبعا ما حدش هيورث الموهبه كامله، انما احنا بنقول المهندس إيه، ايهاب حسب بيشاورني ان المهندس ياسر هو اللي عنده بعض الملامح. لا والله، وعلاء احسن مني بصراحه في الحاجه، بس يعني علاء برضو ابن عمتي صوته ما شاء الله جميل، بيقرا في جامع في نادي الجزيره على طول، يعني في كل جمعه على طول بيقرا، لكن مش محترف يعني، لا، مش هي دي هو يعني ما حصلش احتراف. طيب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ممكن نسمع يا باشمهندس ياسر؟ يعني حاجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. أحسنت والله. ما شاء الله. نعم. طب بالنسبة لسورة الفاتحة، الشيخ مصطفى إسماعيل دايما في القاف تلاقي القاف بتاعته قاف مشهور بيها. لا، المستقيم. المستقيم في الفاتحة بالذات. انما باقي القافات في القرآن الكريم قاف. ليه؟ لا، انا سمعت دي من كتير من اصدقائي واصحابي انه بيقولوا اهدنا الصراط المستقيم. هو ما بيقولهاش المستقيم، هو بيقولها المستقيم. ما هي القاف حرف تفخيم. نعم. ولكن في الكسر بيبقى يعني يعني بتبقى لكن هي قاف ما زالت يعني. انما مثلا في القافات الثانيه في القرآن تلاقي قاف زي سورة قاف والقرآن يعني. فحبيت اسال، يعني انا قلت احيانا الشيخ مصطفى اسماعيل اشمعنى هو بيتعمدها؟ هو تهيألي يعني الشيخ مصطفى اسماعيل بيقرا بالقراءات العشر. نعم. فيعني هو بصراحه بيتنوع فيه. العلم عنده ما شاء الله، ربنا كان خلقه لهذه الرساله. يعني انا اعتقد ان الله سبحانه وتعالى خلق الشيخ مصطفى اسماعيل لهذه الرساله، واداله من الذكاء ان هو قدر يطلع من القرية اللي هي 100 غزال لجميع انحاء العالم. فدي كانت في اكم من ناس اصواتها جميلة طبعا، وبتعرف تأدي كويس، ما عندهاش اداره كويسه للموهبه. بالظبط، اداره كويسه وذكاء ان هو يقدر يوصل للناس دي كلها. فدي موهبه مع ذكاء منه هو شخصيا، والحمد لله ربنا اكرمه بيها للعالم كله يعني. يعني ونحن نتحدث عن فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، معنا الآن أحد الموسيقيين الذين يعني توجهوا بموسيقاهم إلى هذا الفن، فن قراءة القرآن الكريم، وله دراسات وله يعني خطوات علمية مهمة جدا في هذا الفن. فننا الكبير والقدير الأستاذ نصير شمة، يسعدنا وجودك معنا الآن أستاذ نصير مع برنامجنا بالعربي، ومعنا في الاستوديو حفيداه فضيلة الشيخ الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل. أهلا وسهلا عزيزتي، سنة سعيدة على ضيوفك وعلى كل من يسمعنا في العالم العربي. السلام. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. أستاذ نصير، يعني حضرتك لك هذا التوجه نحو قراء القرآن الكريم من المشاهير والعظماء الذين تميزوا بأشياء مختلفة عن الباقين. بالنسبة لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، ماذا تقول عنه ونحن نتحدث في ذكراه؟ أنا يمكن من 4-5 سنين أنا كتبت دراسة مصغرة عن صوت الشيخ مصطفى إسماعيل. نعم. ويعني أزعم إنه هاي الدراسة لفتت انتباه في وقتها الوزير الفنان فاروق حسني، وطلب من صندوق التنمية الثقافية أن يعمل توسيع لهذه المقالة على شكل احتفال
وفعلا بدأت الفكرة بإصدار كتيب وإدراج المقالة في بداية الكتيب، وسوينا الاحتفالات الأولى كانت من 5 سنين على ما أذكر أو أكثر أو أقل. نعم. يعني ذاكرتي مو تمام. الحقيقة إنه كل ما نسمع زيادة هذا الرجل العجيب نسمع إضافات جديدة. يعني أنا أخذت بالي في آخر حفل عملناه من 3 أيام في الأوبرا، في دار الأوبرا المصرية عن الشيخ مصطفى إسماعيل، وأنا أحضر لكلمتي وأسمع طول الوقت، أخذت بالي إنه هذا الرجل مؤلف ولازم ناخذ بالنا منه كمؤلف. نعم. يعني كما نقول إنه رياض السنباطي ملحن، هو ملحن لكنه ملحن بطريقة أخرى تماما، وهذا اللي بنى أسلوب لشخصيته اللي هي ما تشبه أحد، مع إنه في ذاك الزمان كان في أساطين نعم. قد ينكرهم مثل رفعت ومثل الشيخ علي محمود وغيرهم. نعم. شخصيات كبار في قراءة القرآن ومجايديه أيضا كبار. نعم. لكن أن يتميز بأسلوب خاص في هذه كانت محتاجة إلى عادة لما يكون صوت مثل أم كلثوم بدون زكريا وقصبشي وسنباطي ما ممكن تخلق خط. هو صوت عظيم مع وجود قدرة على التأليف، لأنه يعيد بناء الآيات بشكل نغمي وبشكل مقامي وبشكل منطقي، ومتى يقف ومتى يقفز 8 درجات بتون واحد بكلمة واحدة. أحيانا يشتغل كلمة في أول السلم ويختمها في آخر السلم بحرف أحيانا. نعم. هذا يعني يلفت انتباه الموسيقيين ويلفت انتباه الناس العارفين، وأيضا اللي خدمه إنه هو في مصر، إنه في ناس تقدر هذا الشيء، في جمهور فعلا يقدر ويعي أهمية اللي كان يعمله. يعني هذا مناخ كان فيه أساطين، وكان بحاجة إلى واحد في قراءة القرآن يكون بهذا المستوى. يعني الزمن كان زمن كبار. نعم. كان لابد أن يكون الكاتب والصحفي والإعلامي والمغني والملحن والقارئ لازم يكونوا كلهم على قدر كبير من صحيح. يعني الزمن كان كله يمشي على كلهم كانوا عظماء. كان زمن الكبار فعلا. وكان مصطفى إسماعيل بالإضافة إلى كل ما قلنا وكتبناه وحكيناه ويعطينا عنه في الاحتفال وغيره، كان مؤلف. وهذا جانب التأليف اللي أنا راح أركز عليه بالفترة القادمة. نعم. كيف استطاع بكل صورة أن يمنحها شخصية، وعندما يكرر نفس المقام لا يكرره. يعني كما نسمع البيات عند السنباطي في 10 أغاني مثلا بيات كل واحدة شكل، هو عنده مثلا السيجا كل سيجا لها شكل وإلى قالب. عندنا نهاوند كل نهاوند عنده شخصيته. هذا يعني إنه هو لديه من الثراء اللي ما كان يملكه إلا ندرة. يعني أنا ما أريد أن أحط الآخرين العباقرة اللي أنا أحبهم في قراءة القرآن، لكن الشيخ مصطفى إسماعيل حالة كما قلت عنه حالة خاصة جدا، مدرسة فريدة، تاريخ. نعم. حالة فريدة في تاريخ. بس احنا نتمنى عليك يا فناننا الكبير ان ده يبقى في كتاب. يعني يا ريت يبقى في كتاب دراسة لصوت الشيخ مصطفى إسماعيل بنظرة محترفة. هو يستحق دراسة ويستحق نعم. كتاب الحقيقة، ويستحق يعني شرح. يعني ننتظر كتاب في وقت قريب يا أستاذ نصير؟ أنا أعتقد هذا يعني شوية محتاج وقت الحقيقة. نعم. حتى يطلع الكتاب لائق بتاريخه. وأيضا في ملاحظة يمكن أحب أن أشير لها، إنه الابن العربية بالعالم العربي كله منحت حضور متميز لهذا الشيخ. الدليل على ذلك إنه كان يستقبل استقبال بحرس شرف وكأنه رئيس دولة. نعم. هذا السلطة الروحية اللي يملكها. يمكن للأسف الصوت بيضيع مننا يا أستاذ نصير. طيب نكلم حضرتك مرة أخرى لأن الصوت كده إحنا مش سامعين حضرتك خالص. أنا سامعكم جيد. تمام. لا كده الصوت تمام. أنا يعني قلت في آخر كلامي إنه الأمة العربية كانت تستقبل الشيخ مصطفى إسماعيل، والأمة الإسلامية في العالم كله تستقبل على أساس إنه رمز كبير جدا. نعم. هذا يعني إنه الأمة كانت بخير تماما. نعم. أستاذ نصير، يعني هنا الأسرة بتقول إن فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل لم يكن دارسا للمقامات الموسيقية، لكن على ما يبدو أنه كان حافظا للقرآن بمعانيه. لا كان دارس عزيزتي، وكان يعزف عود
ويعزف عود قليلا. نعم. وكان يعني، وهي السر يمكن أنا ذعت أول مرة. الأحفاد ما يعرفوش المعلومة دي على فكرة. لا بعضهم يعرف. لكنه يعني كان يعزف العود، وكان معه مشايخ آخرين يعزفون على آلات أخرى مثل الناي، وكان قساوسة يجلسوا مع بعض، الشيخ مصطفى إسماعيل وأحد القساوسة عازف ناي. نعم. وكان يعزفوا، ولكنه كله في طقس صوفي روحاني عالي، يعني ما كان يقعد يعزف أغاني وكان لا، لكنه كانوا عارفين في المقامات وعارفين بشكل جيد. والدليل على ذلك أن الموسيقار محمد عبد الوهاب في سهرته استعان فيه في المقطع الأخير في أن يرجع للمقام النهاون من السيكا البلدي، أنه يرجع بطريقة ما تكون مفتعلة، والشيخ مصطفى إسماعيل اللي دل على هاي الطريقة. هذا يعني أنه قدرته في المقامات كانت عالية، وإلا ما كان يعمل كل هذا الإعجاز اللي عمله. نعم. يعني كان في موهبة وفي بعض الدراسة، يعني احنا مش ماشيين موهبة، وكان يعزف عود قليلا. نعم. وهذا يعزف عود يعني مو قليلا ولا كثيرا، بس كان يعزف عود. نعم. يا مش زي نصير شمة يعني. يعني فناننا الكبير أستاذ نصير شمة، يعني دائما عندما يطلب صوت العرب منك فأنت يعني لا تتأخر، وحضرتك وعدتنا بهذه الدراسة، وإن شاء الله نتمنى أن تكون بين أيدينا، ونحن نعلم عندما ينوي نصير شمة يكون الإنجاز رائعا كما هو في كل شيء. ولا تكون دراسة قصيرة على الشيخ مصطفى إسماعيل، احنا عايزين برضو باقة المشايخ الكبار. هو عنده دراسة عن الشيخ رفعت. نعم. وفي كتاب يا أستاذ نصير الشيخ محمد رفعت. نعم. أيضا. وهناك قراء يستحقون، وهناك طرق في اليمن وطرق في العراق. نعم. وطرق في يعني الحقيقة في طرق، لكنه انظلموا لأنه موجودين في يعني مصر كانت ساحة عظيمة وكبيرة وقادرة على أن تصل بأي صوت وأي موهبة حقيقية في أي مجال إلى باقي العالم العربي، لكن في ناس ماتوا وما سمعوا عنهم إلا أبناء بلدهم. وأنا من حسن حظي أني سمعت وعندي بعض التسجيلات لهؤلاء. عظيم، ونتمنى إن شاء الله أن يعني تتم هذه الدراسة المتكاملة عن كبار قراء القرآن في العالم العربي والعالم الإسلامي. فناننا الكبير والقدير الأستاذ نصير شمة، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوافدون إلى هذا المسجد الأقصى جلسوا الآن في صفوف متراصة، وأنظارهم متجهة نحو المقرئ العربي الكبير الذي يجلس الآن على كرسي كبير في وسط هذه الصفوف، وهم بانتظار أن يتلو عليهم كلمات الله التامة. المقرئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله الكريمة. من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
صدق الله العظيم. يعني هذه القراءة في المسجد الأقصى، وفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل تلا القرآن مرتين في المسجد الأقصى، وهذا شرف كبير بالتأكيد. مرة في ستينيات القرن العشرين، والمرة الثانية عندما كان ضمن الوفد الرسمي مع الرئيس الراحل أنور السادات في الزيارة التاريخية والشهيرة للقدس. وقرأ فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل قراءة صلاة العيد، عيد الأضحى المبارك. نعم، يعني أنا كنت شاهد على هذا، يعني كنت صغيرة السن، لكن أنا شاهدة على هذه القراءة وهذا التسجيل النادر بالتأكيد. يعني كانت قلوبنا تخفق لكل أشياء هذه الزيارة، وضمنها هذه القراءة لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. يعني الحوار بالتأكيد يعني كبير، ولدينا الكثير والكثير من المعلومات والأشياء التي نحب أن نستفسر عنها بالنسبة لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. لكن يعني أحب أن يعني نلخص سريعا حياة هذا الرجل. أستاذ إيهاب. أنا هقول لحضرتك، أنا دايما كان والدي بيقول لي على أن الشيخ مصطفى إسماعيل كان دائما عايش مع ربنا. فهي حياته من وهو طفل صغير عايش مع ربنا. نعم. بيقرأ القرآن وبيقرأه للناس، وربنا مديله الموهبة الربانية دي لرسالة معينة، ان هو يوصل القرآن الكريم بقراءة التجويد بهذه الموهبة العظيمة بالفن الجميل بتاع صوته للناس كلها. فهو كان دائما عايش مع ربنا. نعم. وفي خدمة القرآن الكريم، عاش خادما للقرآن. نعم. أستاذ ياسر. تكملة للإيهاب بالضبط. هو ربنا سبحانه نتيجة هذه العيشة مع الله سبحانه وتعالى وانكساره وذله لله ومعرفة أن هذه النعمة من الله. نعم. هو كان يقول أنا ما أعرفش أنا بقول الكلام ده إزاي، وأرجعه إلى سمعه بودني، إنه أنا أرجع هذا كله لله سبحانه وتعالى، ورزقه في كل قراءة يقرأها على الله ولا ينسبها لنفسه أبدا طرفة عين أبدا. يمكن كان في مقولة للشيخ مصطفى إسماعيل القراءة رزق. يعني يعني هو كان دي كان يعلمها، وأنا بعتبره إن هو كان عايش. أنا بحسب يعني دائما مش في تحدي، إن كل ما يقعد السميع عاوزين منه تاني. هو قرأ، وكل ما يجلس في ليلة السميع عايز منه تاني، وعايزين حاجة محددة. أنا سمعت دي حاجة كده الحقة، فقال لك كل شوية الحقة كل شوية. يعني هو يعني كان في تحدي مستمر. إن هو كان المتوقع منه دائما، اللي هو الميزة اللي ربنا حبابها، أن يجدد وأن يأتي بجديد. مش مثلا قاعدين نسمع كده وخلاص، لا أنت هتقرأ آيتين وهي الآية كان يقرأها بصور متعددة في نفس فكان أنا أعتقد في حالة يعني تجديد تحدي مع نفسه مستمر. يعني عشان كده هو ما كانش بيحب يسمع نفسه. ما كانش بيسمع نفسه خالص. يا سلام. ما كانش عمره ما كان يسمع مثلا عمره ما رجع لتسجيلات قديمة. ما كانش يحب يسمع نفسه ابدا، عشان على طول يفضل عنده جديد. فدي برضه معلومة. عشان كده كنت بقول لك قبل ما نسجل، ما كانش بيقلد نفسه. الشيخ مصطفى إسماعيل ما كانش بيقلد نفسه. نعم. وكان مدرسة فريدة طبعا. يعني هو متجدد دائما. عموما فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل يعني كانت له علاقات وصداقات مع عشاق كتاب الله الكريم، ومعنا أحد هؤلاء الأشخاص هو لبناني ورفيق درب مع فضيلة الشيخ الراحل الأستاذ عدنان شتيلة، وهو لبناني. أستاذ عدنان، أهلا بك. أهلا بحضرتك. يعني علاقتك بالشيخ مصطفى إسماعيل امتدت لكم سنة؟ يعني أنا بقالي في مصر هنا، جيت درست هنا وخريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبعدين اشتغلت في الجامعة العربية 10 سنوات. نعم. وبعدين اشتغلت عمل خاص لما نقلت الجامعة العربية لتونس. نعم. أنا رفضت أروح لتونس، قلت يا لبنان يا مصر. فأنا استقريت في مصر وعندي مصنع شركة هواي للصناعة والتجارة. نعم. نعم. أنا بقالي كل الكلام ده اللي بقوله بقالي ما يزيد عن 51 سنة. نعم. زوجتي مصرية وأولادي مصريين ولبنانيين يعني. إنما أنا فترة الشباب اللي يعني ما بين ال 16 وال 19 سنة اللي كنت فيهم في لبنان. نعم. كان المرحوم الشيخ مصطفى إسماعيل كان يتردد علينا لقيام شهر رمضان. نعم. وكانت البعثات المصرية، إن هو ولا الشيخ عبد الباسط أو غيرهم. نعم. إنما الشيخ مصطفى إسماعيل هو طبع بصمات مجيدة ورهيبة، و
واللي بيسمع الشيخ مصطفى اسماعيل اسمحي لي اقول لك اتفضل. انه هو مش هيقدر يسمع حد تاني بعد، نعم لانه لا يقارن، حرام المقارنه، لان هو جمع كل المقرئين سواء من الخمسينيات لحتى الان كلهم في مدرسه، جمعهم كلهم في مدرسه واحده هي مدرسه الشيخ مصطفى اسماعيل. نعم. يعني هو بيمثلهم كلهم باسلوب راقي وفنان وعظيم. والشيخ مصطفى انا كنت بسمع تسجيل مع حضرتك دلوقتي وسمعت ان هو ما حبش يسمع صوته نعم. انا احكي لحضرتك قصه. اتفضل. في لبنان ابن عمتي اسمه محمود عيتاني كان مدير البوليس يعني في مؤسستنا، وهو دايما برفقه الشيخ مصطفى اسماعيل كان. وانا كنت صغير كنت اروح في وسطهم اقعد طالما الشيخ مصطفى اسماعيل موجود. فالشيخ مصطفى جاء يوم في مسجد قريتم عندنا في بيروت، وقريتم على فكره دي عائله مصريه من اصل مصري. نعم. قريتم انما هم لبنانيين بنوا هم المسجد ده اسمه جامع قريتم. فجاء يوم كان وقتها العصر وكان الدنيا رمضان في فجاء مر محمود ابن عمتي اللي هو يعني يبلغ من حوالي 90 سنه لسه عايش، وعايش على صوت الشيخ مصطفى اسماعيل. هو كان يعني كان يصطحبني معاه انا اشوف الشيخ مصطفى اسماعيل، ودايما انا بعشقه. نعم. ف يوميها راح يصلي صلاه العصر في جامع قريتم. فاحد الاصدقاء هناك راح مدور الكاسيت اللي الشيخ مصطفى اسماعيل تسجيل. فبيقولوا لي الشيخ مصطفى ده البتاع اللي قريتها يوم بتاع. فقعد سمع قال الله وانا بقول الكلام ده والله. فهو فعلا بالصدفه يعني هو شاف، هو ما مش غاوي انه يروح يسمع صوت، يسمع نفسه. هي مصادفه. نعم. انما الشيخ مصطفى اسماعيل عايز اقول لحضرتك حاجه، لما كان يحيي ايام رمضان ليالي رمضان في لبنان في القراءات، الجمال الطبيعي بقى اللي بتشوفيه بالليل، العائلات اللبنانيه اللي لابسين اللي بيسموهم سواء يعني شارب ولا ملايه ولا على راسهم. نعم. راسهم فوق الستات. نعم. وقاعدين على السطوح وكلهم قاعدين بيتفرجوا على الشيخ مصطفى هو معدي عشان يدخل المسجد ويقعدوا يسمعوا القرآن في رمضان. في يعني جمال ما حصل ولا هيحصل بعد كده. نعم. الشيخ مصطفى اسماعيل هو بتقدر تقولي هو السهل الممتنع. نعم. اصل الشيخ مصطفى لما يقرأ هو ميزته بتختلف عن الدنيا دي كلها. ايه بقى؟ لما يقرأ بيوضح الكلام وهو بيقوله كأنها سيمفونية. نعم. تنبعث منه مصادفة بلا أي ترتيب ولا تدريب، بتطلع كده. نعم. ربنا أعلى. وقراءته مفسرة للمعنى أيضا. مفسرة عشان نعم. كده الناس اللي يعيط اللي ما يعيط يعني بيعيشوا كلمات الله من صوت الشيخ مصطفى اسماعيل. نعم. فهو تقدر تقول عليه والله ما حد يقدر يقرأ زيه. نعم. ده لما يعني يطلع للطبقات العليا في صوته ويرجع ينزل بشكل الله، الناس دي كلها بتقول لي ازاي هيقدر يقفل، ازاي يقدر يوصل. لا ده الشيخ مصطفى، هو ده المدرسة وده الجامعة. فالمشايخ الأخرى اللي بيحاولوا يقلدوا الشيخ مصطفى لو كل واحد فيهم اتفلسف وعايز يعني يخرج عن السكة بتاعت الشيخ مصطفى يروح يتبرجل ومش عارف هيقفل نعم. الآية أو الآيات ازاي. نعم. لازم يرجع لنفس نعم. عشان كده أنا بقول عليه هو السهل الممتنع. هو السهل الممتنع ومرجعية. نعم. وبعدين عظمة الشيخ مصطفى في شخصيته. يعني أنا بكلمك كلبناني وأنا نص لبناني نص مصري، بس أنا أعشق هذا البلد لأن أنا يعني مش عشان متجوز، عشان حاجات كتيرة. يعني لما الجامعات اللبنانية قفلت وشنا في لبنان، أنا جيت دخلت جامعة القاهرة وكنت بدفع 5 جنيه و30 قرش في السنة قسط سنوي. يعني إيه يعني؟
هي دي مصر دايما يا استاذ هي دي عدنان. مصر، هي دي مصر. نعم. مش بالكلام، لا دي مصر. نعم. نعم. مصر عظيمة بالكلام وبالفعل. وبعدين كل الدول العربية كلهم، كل واحد اللي عنده قرشين زيادة ولا مش عارف الأيام دي عامل لي نفسه هو يعني مش عارف. يا ستي مصر هي مصر، هي الكبرى. نعم. هي مصر. يعني هي هذه شهادة يا أستاذ عدنان، يعني نحن نعتز ونفخر بها. أنا بفتخر وأنا عايز أعيش في مصر وأموت. أنا على فكرة أنا من عائلة شتيلة، إحنا تاني عائلة من حيث الكبر، عائلة إسلامية في لبنان. نعم. نعم. لكن وبعدين كل أهلي وكل إحنا حوالي 7000 أو 8000 بسم الله ما شاء الله قبيلة. لكن أنا هنا هو ارتبطت، أنا بعشق مصر. نعم. يعني بروح من وقت لآخر وعندي بيتي هناك وعندي ملك لله وكل حاجة، إنما مصر أنا عندي دي لبنان ومصر واحد. خلاص. ليه هنا ما فيش فلسفة، بيعيش على طبيعته. نعم. يعني الزبال يعرف يتكلم لما يواجه أجنبي، إنما الأمير الفلاني من البتاع دي ما يعرف يتكلم كلمتين إلا بفلوسه. يعني هنا الحضارة التلقائية التلقائية والحضارة هي الحضارة. صحيح. يعني نحن نتفق على أنها الحضارة، وبالتأكيد الحضارة هي التي جعلت يعني حضرتك صاحب الحضارة الفينيقية تأتي إلى مصر بلد الحضارة الفرعونية وتتلاحم الحضارتان معا. واسمحي لي أقول لك كمان أضيف، أنا مش حكاية تعصب، لا أنا تعصب الدين مش تعصب الأعمى. أنا مسلم الحمد لله. هنا مصر بلد الإسلام الحقيقي. نعم. اللي الوسطية. نعم. الوسط والأخلاق. ده أنت عندك الصلوات هنا، روح اتفرجي حضرتك يوم الجمعة الصلاة تلقائية. نعم. الزبال والكبير والصغير والعدال وإن شاء الله نكون كلنا سواسية. صحيح. بتلاقيهم بيجروا والدنيا كلها مقفولة في الصلاة. الصف يضم الجميع. نعم. جواها يعني. أما المناظر الجديدة اللي بنشوفها دي جديدة علينا. نعم. احنا عايزين الإسلام دي، ما هي دي مصر الحقيقية والإسلام التي أنجبت الشيخ مصطفى إسماعيل وأمثاله من العباقرة. بالضبط. أنا ما كملتش أقول على عظمة الشيخ مصطفى إسماعيل كإنسان. نعم. ده يا ستي لما يروح لأي دولة بره سواء لبنان ولا غيره ولا أي دولة، ده كأنه رئيس الجمهورية. صحيح. وحياة النبي أنا بقول هو كأنه هو ماشي وهو راكب العربية، ما هو جاي رايح عشان يعمل له قرشين ولا بتاع. نعم. ده راجل كبير بمعنى الكلمة. يستقبل استقبال العظماء والكبار. زعيم وسفير من سفراء القرآن. على أخلاقيات الشيخ مصطفى إسماعيل. نعم. الشيخ مصطفى إسماعيل لما يلبس الجبة بتاعته سواء الصيفي ولا الشتوي بتلاقيها من أفخر اللبس اللي في الدنيا. مع بساطته. إنما ما هوش راجل هو مقتدر، إنما هو بيمثل مصر بمعنى الكلمة. وبعدين الراجل إيه ده؟ إيه العظمة دي وإيه التواضع ده؟ نعم. عشان كده أنا بعشقه. وبس بالأمانة أنا بفهم شوية في الأصوات وبقلد الشيخ مصطفى. أنا ما أقدرش أسمع في العربية أفتح كاسيت ولا بتاع إلا الشيخ مصطفى وأم كلثوم وعبد الوهاب، إنما 90% من وقتي على الشيخ مصطفى. ومراتي بتتخانق معايا بتقول لي بعدين يعني رحم الله فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل الذي يجمع كل الأحبة حول مائدة من القرآن الكريم. وما أحلى هذه المائدة أستاذ عدنان وما شتيلة. أحلى مصر الولادة. لأن ده هو كل جيل يجي ناس كده أجيال مش أي حد، إنما مصر فيها كل حاجة. فيها جمال عبد الناصر، فيها صالح سليم، فيها الشيخ مصطفى إسماعيل. فيها كل حاجة. مصر عظيمة بأبنائها. صحيح. بأخلاقهم وبطباعهم. والله يا أستاذ عدنان يعني احنا بنشكرك على هذه الكلمات الطيبة، ومصر تبادلك حبا بشكرك ونشكر. وأنا سعيد جدا وأنا شاكر جدا. شكرا جزيلا لك. أستاذ عدنان شتيلة شكرا. كل عام وأنت بخير بمناسبة العام الجديد. متشكرين يا فندم وكل سنة وحضراتكم طيب. كل سنة طيب. متشكر قوي. ومن
المهندس إيهاب يعني له تعليق على هذه القراءة القصيرة. انا بصراحه كان تعليقي برضو على المداخلات التليفونيه بتاعت الاستاذ عدنان والاستاذ نصير شمه. انا سعيد جدا بيهم طبعا بمداخلاتهم ديت وحضورهم دائما في ذكرى الشيخ مصطفى اسماعيل، وبمناسبه القوى الناعمه اللي هي مصر تمتلكها، وان احنا كدوله لازم نهتم بيها وكحكومه وكشعب برضو. احنا الحمد لله كأسرة الشيخ مصطفى اسماعيل عملنا ذكرى الشيخ مصطفى اسماعيل في الأوبرا، لأن احنا حبينا نظهر الشيخ مصطفى اسماعيل وعلاقة الشيخ مصطفى اسماعيل بالفن، فن تلاوة القرآن بأحكامه. ودي كانت تقريبا أول مرة حد يقرأ القرآن في الأوبرا، وكانت حفلة جميلة جدا. ومن ضمن الحضور اللي هم كانوا حريصين برضو على ان هم يظهروا القوة الناعمة بتاعت مصر كان الأستاذ عمرو موسى، وكانت السيدة تهاني الجبالي، وكان الأستاذ مصطفى الفقي، وكانت السيدة إيناس عبد الدايم اللي هي مديرة الأوبرا ورئيس دار الأوبرا، وكان في لفيف كبير جدا الأستاذ نصير شمة، وكان كل محبين الشيخ مصطفى اسماعيل جم. فأنا برضو من هنا محبين للفن الراقي، محبين للفن ومحبين للقرآن ومحبين للحاجات دي كلها. أنا من هنا يعني بنحاول نظهر المقرئين القرآن العظماء اللي هم ضيعوا حياتهم كلها، مش ضيعوا يعني ما اقدرش اقول ضيعوا، قضوا حياتهم كلها، استثمروا حياتهم كلها في القرآن الكريم. وان شاء الله ربنا يجمعنا بيهم في الآخرة في الفردوس بإذن الله. واحنا ان شاء الله يعني نتمنى ان انتوا دايما تعملوا حلقات عن الشيخ مصطفى اسماعيل والمشايخ الكبار، لان دي هي فعلا القوة الناعمة بتاعت مصر. صحيح. اللي احنا نقدر بيها نقوم كدولة ونقوم ترجع لنا الريادة دايما في المنطقة. صحيح. يعني نحن اليوم كنا مع هذه السهرة الروحانية جدا، واستمتعنا بقراءات الشيخ مصطفى إسماعيل، واسترجعنا هذا الزمن الجميل في كل شيء، في قممه، في أدائه، في إبداعاته. يعني نتمنى أن نكون قد وفينا الشيخ الجليل جزءا من حقه علينا، أنه حامل القرآن، وحامل القرآن دعائه مستجاب. هو الآن في الفردوس الأعلى إن شاء الله. نتمنى أن يعني يحلق بروحه الخالدة فوق مصر وأبناء مصر وعشاق القرآن الكريم. ونشكر حفيدي فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، المهندس ياسر مصطفى القباني والمهندس إيهاب وحيد مصطفى إسماعيل، وسعدنا بكما وسعدنا بكل الضيوف الذين كانوا معنا في هذا اللقاء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا في الأيام الخالية. شكرا جدا. شكرا جدا. كل سنة وانتم طيبين ومصر بخير بإذن الله. طيبين وربنا